السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى عبر قناة الروبيو فوت. اليوم عندنا إطلالة موضوع اللي مهم، الموضوع اللي كيتسناه جميع العشاق ولا أغلب العشاق ديال كرة القدم. الجمع العام ديال الرجاء البيضاوي اللي كان ليلة أمس الاثنين مع الساعة 4 ومسالا، يعني حتى الساعة منتصف الليل 1 ولا 2 عاد سالا. صراحة ماشي عادي داكشي اللي شفناه، ما كاينش داك التصفيق ولا داك التصفاق وامين والله يكمل والله يسر. كاينه الديمقراطية، كاينه يعني شي حاجة اللي كتحس براسك بانك يعني كاين اولا كان منقول منذ البداية حتى النهاية. يعني تصور معايا اكثر من 5 مليون ديال المشاهدات، القاعة اللي كانت عامرة عن اخرها. كاين الاخذ وكاين الرد وكاين الاسئلة وكاين الاجوبة وكاين قلق وكاين توتر وكاين غليان. يعني عادي جدا كل هذه الامور يعني امام مرأى الجميع، مسألة اللي هي صحية. في الاخير الرابح الاكبر هو النادي، الرابح الاكبر هو الرجاء الرياضي، الرابح الاكبر هو الجمهور اللي كيتسنى واحد التغيير، كيتسنى واحد الطفره، واحد القفزه نحو ما هو افضل. لحقاش هاد السنين وهاد الاعوام الاخيره شفنا الرجاء يعني ولات حديث الجميع بالنسبه للتدهور ديال التسيير ديالو، بغض النظر على المستوى التقني ديال اللاعبين او المدربين والتعاقب مجموعه ديال المدربين عليه والنتائج وكذا. يعني كاين التسيير اللي هو عشوائي، التسيير اللي يعني ما عمرنا شفناه حتى في الهوات. كانت واحد الروح رياضيه بالامس في الجمع العام، كانت روح رياضيه اللي هي عاليه، كان اختلاف في بعض الامور، لكن في الاخير كان توافق ما بين الرؤساء الثلاثه. تم الاجماع على والاتفاق على الشراكه والشركه مرسى ماروك. داز التقرير المالي وكذلك التقرير الادبي. القاعه اللي كانت مملوءه عن اخرها، من بعد داز التصويت على الرئيس اللي غادي يكون زيات. ربح في الدور الاول ب 67 صوت، بروين في الصف الثاني ب 40 صوت، وحسبان 37 صوت. يعني تقسى حسبان وبقى السباق بين الزيات وبروين. من بعد التصويت الثاني في الدورة الثانية 91 صوت بالنسبة للزيات و43 صوت بالنسبة لبروين، فرق شاسع يعني، وانتصار بين وكاسح بالنسبة للزيات. جواد الزيات أخيرا الرئيس القديم الجديد، يعني عاد للرئاسة المرة الثانية. شكرا حسبان، شكرا بروين، وشكرا زيات. عطيتونا واحد النموذج يعني اللي يعني رائع، نموذج ديال الشفافية، نموذج ديال الديمقراطية. الرجاء دائما وابدا رائد وكبير وسباق. شكرا عبد الله بروين على تولي المسؤولية في الموسم الفارط في واحد الظرف اللي هو صعيب، وتم التعاقد مع المدرب الشابي اللي رجع النتائج يعني للسكة الصحيحة. تم تجديد بعض الركائز، وتم يعني بين قوسين واخا كان عليها علامة استفهام يعني التعاقد مع واحد جوج ولا 3 لاعبين بدون ذكر الاسماء. يعني حاليا تحول من الجمعية للشركة الرياضية، مشروع ديال الشركة مرسى ماروك، المشروع الذي غادي يشكل واحد القفزة نوعية، واحد يعني تغيير كبير بالنسبة للرجاء الرياضي، وغادي يكون يعني تجربة أولى من نوعها في المغرب، اللي ربما غادي مع النجاح ديالها وداكشي اللي كنتمناو إن شاء الله غادي تعم سائر الأندية المغربية في المغرب. ما بغينا نشوفوا أندية اللي في وسط الموسم يعني كتمشي كتدق كتسعى كدير سينيا، بهذا المصطلح هذا لو استسمح. بغينا نشوفوا أندية اللي مستقلة، أندية اللي جمعية وشركه تكون قاده براسها وكتمشي على حساب داك البيدجي اللي عندها. ما كيكون بلوس، ما كيكون موان، ما كاين لا ليتيج، ما كاين حتى شي حاجه. عندي قده وقده غادي نمشي هذا العام بهذه الطريقه، هذه بطريقه احترافيه، بطريقه يعني كل شيء كونطابيليزي، كل شيء متق، كل شيء خارجه بينات داخله بينات. اللي دارت الرجاء اليوم سي ان موديل اكستراوردينير، نموذج رفيع ونموذج رائع. دائما الرجاء سباق لكل ما هو متميز،
كلمة جد مؤثرة للرئيس القديم الجديد سي جواد الزياد، من بعد ما تعلن بأنه هو الرئيس اللي غادي يقود السفينة، يعني أمام الجميع، أمام حتى المرشحين اللي كانوا معاه سي حسبان وكذلك سي بروين. قال كلنا هنا من أجل الرجاء، كل واحد دافع على المشروع ديالو بكل قوة، بكل ما أوتي من قوة. قبل الجمع بيان سور كانوا ندوات صحفية لكل مترشح، كانوا اجتماعات هنا واجتماعات هناك. اليوم سال الجمع العام، سال التصويت. اليوم اللي نجح ماشي هو الزيات، ماشي هو بروين، وماشي هو عبدو ربيه، يعني جواد الزيات أو لا حسبان. اليوم الرابح الأكبر هو النسر، الرابح الأكبر هو الرجاء البيضاوي، الرجاء العالمي، الرابح الأكبر هما المنخرطين، الرابح الأكبر هو الجمهور اللي دائما كيستنى وعنده واحد الإيمان وعنده واحد الثقة كبيرة بأن أي واحد نجح فهاد الثلاثة غادي يكون عنده واحد الغيرة وغتكون عنده واحد الحب لهذا النادي باش يمشي به للأمام، وخصوصا أن غادي يكون واحد الثقل اللي هو كبير ودائما كيشكل مشكلة بالنسبة للرجاء اللي عنده دائما يعني مصاريف كبيرة. هو غادي يحل تقريبا واحد 50-60% ديال المشكلة ديال الرجاء، ألا وهو تمويل من مرسى ماروك اللي غادي تعطي واحد القدر ديال المال، راه كلشي عارفه. اليوم في الصباح كانت للرئيس يعني سي جواد زياد جلسة مع المدرب يعني الشابي وكذلك الأطقم التقنية اللي معاه. كانوا هضروا على بزاف ديال المسائل، ومن جملة المسائل يعني المدير الرياضي ولا المدير التقني. يعني كان واحد الهضرة وكاين واحد الكلام على المدير التقني اللي غادي يكون هو يوسف السفري. انا مع الطرح ديال يوسف السفري، رغم ان ما كاين حتى شي حاجه اللي هي رسميه. علاش؟ رئيس يوسف السفري نظرا للتاريخ ديالو الكروي، نظرا للتجربه ديالو، نظرا للدبلوم اللي عنده، واهم حاجه اللي يمكن نفكر فيها الزيات وفكروا فيها المجموعه اللي معاه هو ديك لادين ديال الرجاء اللي غتبقى في الرجاء. الا جبنا واحد مدير تقني اللي هو اترونجي ما كيعرفش التاريخ ديال الرجاء، ما كيعرفش لا دي ان ديال الرجاء، لا دي ان ديال الرجاء ديك التيكي تاكا اللي كتلعب بها الرجاء وكيفاش كتلعب الرجاء، يعني اللي شفناها في الاعوام الاخيره بدات كتندثر. واوروزمون بالنسبه لهذا الجمع هذا العام اللي عطانا هذه النتيجه هذه وعطانا الزيات وعطانا الشركه والشراكه مع مرسى ماروك، اللي غنقدروا كنظن بالغيره والحب ديال هذا الفريق هذا غادي ضروري نحافظوا على ديك لا دي ان. لحقاش هاد السنوات هذه ما شفناش الاكاديمي خدمات، ما شفناش المدرسه خدمات، ما شفناش بزاف ديال الحويجات اللي كنشوفوا الرجاء ولا فيها يعني 99% ديال اللاعبين اترونجي، بين قوسين اترونجي يعني ماشي بابناء المدرسه. كنشوف واحد اللاعب اللي هو غريب، كل مدرب كيجي كيدير استراتيجيه ديالو، ما كايناش داك الكاشي داك الطابع ديال الرجاء البيضاوي. الزيات يعني ها هو اليوم نجح، ها المشروع غادي يبدا ابارتير ديال من اليوم، راه بدا ديجا بالجلسه مع الشابي. كتسناه يعني انتظارات اللي هي كبيره، كتسناه طريق اللي هي طويله، كنتسناو بزاف ديال الحويجات. هذه الرجاء البيضاوي ما غاديش نخدموا على المدى البعيد، على الاقل غادي تكون خدمه على المدى المتوسط وكذلك المدى البعيد. ماذا نقصد بالمدى المتوسط؟ طونك باقين سميتو انتدابات مفتوحه، يعني خص انتدابات اللي غادي تكون قويه كبيره باشراف ديال المدير التقني مع تشاور مع المدرب والطاقم التقني اللي معاه، باش تكون واحد يعني واحد الاقناع، واحد الاقتناع باللاعب اللي غادي يجي. شحال من لاعب اللي شفناه في هاد 5 أو 6 سنوات اللي مضات جا خدا فلوس كثيره وما لعبش، تقسمت المكانه مع الرجاء. شحال من لاعب اللي مخبي في الرجاء وكياخذ فلوس اللي هي كثيره وماشي في مستوى ديال الرجاء. لاعبين ديال الشباب ولاعبين ديال ليسبوار اللي كنشوفوهم يعني كيمشيو لفرق اخرين والعود ما تعطاهم الفرصه باش ياخذوا ديك لادين ديال الرجاء ويتحكوا مع الرجاء، كنشوفوهم كيمشيو. يعني كانت الرجاء بدون حاسب ولا رقيب، استسمح لهذا المصطلح هذا، وفعلا هو هذا اللي كان. لحقاش كان تسير، ولكن كان من اجل باش نسدوا هذيك الازمه ما الفريق
على الاقل يلعب على المراكز اللي شويه الرابع الخامس، لحقاش هذا هو الاوبجيكتيف اللي كان في هاد عامين او 3 سنين اللي فاتت. اما الان حاليا يعني زياد غيكون عنده الاوبجيكتيف اللي دائما كتلعب عليه الرجاء، الوداد، الجيش، طنجة، يعني السقف ديال الاوبجيكتيف هو ان يكون مع الجوج الاولى ويلعب على المقاعد الافريقيه اللي كتخول ليه يخرج يعني خارج المغرب، باش عاوتاني الاسم ديال الرجاء يتعلى ويتعلى كثير. لهذا يعني خاص الجمهور يكون يعني متفهم، خاصو يكون صبور، وخاصو يكون الدور ديالو يشجع. ما نبقاوش يعني في الفيسبوك كنلوحوا لعابه لا خصنا نجيبوا هذا لا خصنا نجيبوا هذا، ما غاديش نعرفوا اكثر من الاداره التقنيه اللي خصها تكون مواكبه هذه المسائل ديالها، وهي اللي خصها تكون متبعه اللاعبين اللي خصها، وخصها تجيب لاعبين، وما اظن بان غادي تغفل عليهم هكذا يعني مساله. لهذا اليوم كان واحد اللقاء معكم اللي هو خفيف ظريف، ومازال غادي نرجعوا ان شاء الله مواضيع اخرى مع انديه اخرى. نتمنى التوفيق للرجاء البيضاوي. اليوم الا شفنا هذا الجمع العام وشفنا الطريقه ديالو بغينا يتعمم في جميع الفرق. من حق اي جمهور كيعشق واحد النادي ديالو يشوف ويكون متبع كل صغيره وكبيره على النادي ديالو من خلال التتبع يعني مباشر، ويشوف كتشوفوا الخيبه وكنشوفوا الزوينه. الجمع ديال البارح راه ما كانش فيه كل شيء زوين، كانوا شي فلاتات، ولكن ماشي مشكل لحقاش كاين فلاتات اللي يعني حوايج اخرين غطاو عليهم وخلاو الجمع يكون بواحد المستوى مستوى كبير. كان داك الشيء بحال ديال الانتخابات السياسيه يعني اللي كتكون يعني في الدول الكبرى. لهذا شفنا كانت الديمقراطيه، شفنا الشبابيه، شفنا حتى العناق والسلام من بعد مساله التصويت ونجح زياد، شفنا حسبان كيسلم، شفنا بروين كيسلم، وكيبقاو رجاويين يعني ما جاو للرجاء الا وعندهم واحد المشروع كيدافعوا عليه. لاجل من؟ لاجل الرجاء البيضاوي. لاجل من؟ لاجل الجماهير اللي كتنادي باش يرجع الرجاء البيضاوي للسكه ديالو. وطونك الرجاء قويه والوداد قويه والجيش قويه والطنجه قويه وفاس قويه وكذا وكذا وكذا، كل شيء يكونوا عندكم بركان وكذا، يكونوا عندنا الانديه قويه. كنطلبوا بواحد البطوله اللي كتكون قويه، كنطلبوا بواحد الحضور جماهيري اللي كيكون يعني بواحد الشكل اللي هو كبير. صراحه كانت بركان دات البطوله، كاين الكاس داتو اشفي، ولكن في المجمل القول هذه عامين ولا 3 سنين ولا اكثر الا ما كنتش غادي نقدر نكون قاسي. البطوله ديالنا يعني مستوى اقل من المتوسط. كنشوفوا النتيجه وان حتى شي لاعب ما قدر يثبت الذات ديالو مع المنتخب الوطني. لهذا نتمناو بالقوه ديال الرجاء وكتجربه يعني هذه نتمناوها تنجح، وخصنا نعاونوا باش تنجح وتعمم على الفرق بشويه بشويه. حتى شي حاجه ما كتجي يعني بالزربه، كل خطره فريقه 2 3 وغادي كنقويو الفرق ديالنا والانديه ديالنا الوطنيه باش تكون عندنا البطوله اللي هي قويه بدون ما نهضروا. يعني شفنا في مصر، شفنا يعني التسيير ديال الانديه كيفاش كيتسير، وشفنا المنافسه اللي كتكون بين الاربع الفرق اللي رائده في مصر، وشفناها كيفاش كتمشي حتى الشامبيونز ليغ، كتوصل حتى الدومي فينال والفينال، يعني كيكونوا يعني قاسين على رسوم الا ما داوش هذاك الفينال ديال الشامبيونز ليغ. لهذا يعني الرجاء والوداد والمغرب فاسي وطنجه وجديده وفاس يعني كلهم هادو انديه اللي كتستحق باش تلعب على الواجهه الافريقيه باش بتسير. الا كان عندنا واحد التسيير اللي هو معقلا، واحد التسيير اللي هو هذاك المسير جاء النادي من اجل الحب ديال النادي، ماشي من اجل السياسه، ماشي من اجل البوز، ماشي من اجل حتى شي حاجه. ديجا كنعرفوا بان الزيات راه مسهل عليه الله، حسبان تبارك الله مسهل عليه الله، ابو مسهل عليه، جاو باش يعاونوا الفريق ويعطيو واحد الاضافه للفريق. كان الحظ مع جواد الزيات هو اللي داز في الانتخابات هادو، نعطيو يد المساعده، نعطيو يعني نكونوا كتله واحده معاه، ونشوفوا يعني ان شاء الله في العاجل القريب نشوفوا التحول ديال الرجاء البيضاوي. عندها الارضيه يعني موجوده، يعني الانفراستركتور ديجا موجوده. الرجاء كان من شحال هادي قبل من الزيات، قبل من بروين، قبل من حسبان، غير
ملي جات هاد فرصه ديال مرسى مارو، وياما نادوا بها الرؤساء اللي كانوا قبل، وياما نادينا بها حنا كمحبين ومشجعين الكره المغربيه، خاصنا ندوزو من مرحله الجمعيه الى مرحله يعني الشركه. ملي كتكون الشركه ما كنبقاوش هذوك المتربصين، ما كيبقاوش هذوك يعني حتى المؤسسه ديال المنخرط خصها تعاود فيها المراجعه. ولكن شابو البارح المؤسسه ديال المنخرط اللي كان واحد ضغط كبير ديال الجماهير اللي وركوا باش يكون الزيات، لانهم كيشوفوا الزيات هو الاقرب لهذاك المشروع باش يكون. راه يقدر تاع حسبان يكون مزيان، تاع بروين يكون مزيان، ولكن شافوه الاقرب. والمنخرطين مشاو مع الاستجابه والرغبه ديال الجماهير، وكان التصويت بواحد النسبه كبيره على جواز الزيات. نتمناو جواز الزيات التوفيق، نتمناو باش ينجح في هذا العمل ديال النجاح ديال الرجاء، نجاح ديال الكره المغربيه ككل، نجاح ديال الانديه ككل. ملي كتكون هذه المساله هذه اللي بوزيتيف، كيكون واحد ان بوان دو بلوس بالنسبه لواحد النادي، كيعطي حافز الانديه اخرى باش كتنوض، يعني هي كتصارع باش هي تدير بحال اولا كدير احسن. في ذلك فليتنافس المتنافسون. كان معكم رشيد كرة من قناه روبيو فوت. ما تنساوش تخلوا لنا الاسئله ديالكم، ما تنساوش تخلوا لنا اللايك وتخلوا لنا الاقتراحات ديالكم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.